معلومه على الماشي هتنفعك في مطبخك وهتخليك شيف مش طباخ. وانت بتعمل صوص البيستو، صوص البيستو بيسود منك، عارف ليه؟ عشان انت بتعرضه للضوء. صوص البيستو طول ما هو معرض للضوء بيسود. طب نعمل ايه؟ بعد ما تعمل صوص البيستو قسمه بورشونات على قد استخدامك اليومي. يعني ما تعملش كميه كبيره وتخزنها في كيس واحد، لا، قسمها على قد استخدامك اليومي. ولف كل بورشون بسيلفر. السيلفر هيحجب الضوء، وتخزنه في الفريزر كده ممكن يقعد معاك اكتر من شهر. صوص السيزر وانت بتعمله اديله تاتش ريكفورد وقول لي رايك فيه. البيونات او الاستوكات اللي انت بتعملها عشان تشتغل بيها، سواء ستوك لحمه او ستوك فراخ او ستوك سمك او ايا كان نوع الاستوك اللي انت بتعمله، اعمله على نار هاديه وارفع الريم او الريم اللي بيطلع منه، تطلعه وارميه على طول، عشان ده اللي هيزفر وهيغمق البيوم معاك. التاتش اللي جاي ده لست البيت او ليك في مطبخك لو انت شيف اسماك. وانت بتعمل السمك المقلي بعد ما يطلع اعمل سكويز، اعمل حاجه فيها شمر وينسون وكزبره، كل دول يكونوا مفرومين ناعم. وبعد ما تطلع السمك وهو سخن ترش رش عليه. جرب اللي قلت لك عليه وقول لي في التعليقات، بشوف التعليقات وبرد عليها بنفسي. دي رحله طعم مش مجرد وصفه. تابعني عشان اللي جاي ألذ. سلام.